بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة إزاي الحاجة الطبيعية اللي خلقها ربنا عمرها مهما بلغ الإنسان من علم عمرها ما بتتطابق أبدا وبتبقى بنفس التأثير. أولها الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية ليها فوائد كتير جدا للأم، منها انها بتنشط الرضاعة الطبيعية، ومنها انها ما بتخليش فيه جراحة، يعني اقصى حاجة تتعمل توسيع من تحت عشان راس الطفل تنزل. وليها فوائد بيولوجية كتير بالنسبة للرحم وحاجات تانية خاصة بالصحة العامة للأم. الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لأن بتنقل فيها بنسبة غذاء كبيرة، لكل مرحلة ربنا بخلق اللبن بيتغير مكوناته مع كبر حجم الطفل، ومن السرسوب اللي بينزل في أول الرضاعة إلى لغاية تمام السنتين. وفيها حاجات مهما تدي لبن صناعي ما بيبقاش يعني موجود، زي الخلايا المناعية، لأن الأم بتنقل مناعتها بالكامل والأمراض اللي بتتعرض لها لابنها أو بنتها، وبالتالي بتقلل جدا نسبة فرص إن يحصل عدوى، أو حتى لو في عدوى ما تبقاش بأعراض شديدة قد تكون قاتلة زي الالتهاب الرئوي أو النزلات المعوية الحادة والجفاف وإلى آخره. هنتكلم برضه مثلا على الغدد زي الغدة الدرقية والغدة الكظرية. تلاقي ان الغدة الدرقية والكظرية اما بيحصل فيهم عجز، انك انت يعني اما بيحصل فيهم قصور ويبدأ البني آدم ياخد علاج تعويضي من بره، ما بتلاقوش بنفس التأثير. يعني تلاقي برضو اللي عنده غدة الدرقية بتلاقي برضو مايل للسمنة برغم انه بياخد هرمون تعويضي. تلاقيه برضو مكسل، نشاطه مش زي البني آدم العادي. نفس الكلام الكورتيزون الطبيعي سبحان الله اللي بيتفرز من الجسم في الغدة الكظرية تلاقيه مفيش اي مشاكل منه، لكن لما تيجي تدي كورتيزون صناعي تلاقي يبدأ يعمل مشاكل في السكر، مشاكل في ضغط الدم، ممكن يعمل تضخم في الكبد. طب ازاي عشان توصله؟ برغم ان عمليا انت وصلت للنسبة الطبيعية في الجسم لكن مش مدي جرعة زايدة، ولكن اللي من بره غير اللي من جوه. نفس الكلام الانسولين، مهما البني ادم يعمل تخليق للانسولين في المعامل او ياخدوا انسولين حيوانات ما بيبقاش ابدا زي الانسولين الطبيعي. حتى البمب او المضخة الانسولين اللي موجودة بره برضو مش بتفرز بنفس الحساسية اللي بتتفرز في البني ادم العادي عند ارتفاع السكر في الدم. حاجات كتير قوي قوي قوي. احنا بندي بعض الامثله يعني لا للحصر، يعني ده امثله مش للحصر. فسبحان الله الخالق اللي ابدع كل شيء خلقه، وسبحانه دقه الخالق سبحانه وتعالى في صنعه. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.